تعالوا بينا بقى نعمل اسرع واطعم تتبيله بانيه هتعتمديها كل مره ومش هتبطلي تعمليها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا وصفتنا. معايا كيلو الا ربع من البانيه، وربع معلقه من البابريكا والثوم البودر والبصل البودر والكاري وبهارات الفراخ والفلفل الاسود والملح، ومعايا بضايه، ومعايا معلقه من الزبادي، زبادي بلدي او زبادي معلبات مفيش مشكله. هنقلب كل التتبيله دي مع بعضها، البهارات دي كلها. وخلي بالكم ان البهارات ديت برضو هستعملها لما اجي اقلبيه مع الكفر. تمام. هنقلب بقى الزبادي مع البيض كده والتوابل، وبعد كده اهم حاجه نكون غاسلين البانيه بتاعنا بملح وليمون ومصفينه من الميه خالص، ما يبقاش فيه اي ميه علشان ما تبقاش التتبيله بتاعتي سايله. ومعايا بقى نص ليمونه. ليه نص الليمونه ديت؟ هتعمل لي هتساعد لي على تطريه اللحم بتاع الفراخ وفي نفس الوقت تستوي وتبقى حلوه. تمام. هنبدا ننزل بقى بالبانيه بتاعنا كله في التتبيله، ويا ريت بقى لو نسيبه من 3 4 ساعات كده في التتبيله لو مش مستعجلين يعني. ولو حابه طبعا ان انت تشيليه كده في الفريزر يبقى جاهز على طول على القلي مفيش مشكله. نبدا بقى نجهز الكفر بتاعنا. معايا بقى معلقتين من الفيجيتار، ومعلقتين من الدقيق، ومعلقه من دقيق الذره، ومعلقه صغيره من النشا، ومعايا ربع معلقه زي ما احنا قلنا من البهارات اللي احنا تبلنا بيها، ومعايا نص مكعب من المرق ده انا حطيته اختياري عشان انا مش هحط ملح. هقلب كل الخلطه دي كده مع بعضها، ونبدا بقى ننزل بالبانيه واحده واحده. يعني هنقلب بقى الفيجيتار والنشا ودقيق الذره، ده بيساعد على ان الكفر بتاعي يبقى لونه ذهبي ويبقى شكله كده لونه حلو، وبيبقى طعمه حلو قوي بيه كمان. هبدا بقى انزل كده بقطعه من البانيه واتبلها كده، واضغط على الدقيق كده وعلى حته البانيه كده بيها، وانا بعمل بتبلها علشان تثبت معايا. وفي نفس الوقت لما باجي بقلي بنفضها كده عشان تديني طبقه مكرمشه شويه. وهتلاقوا البانيه يعني لما تيجي تقليه الكفر بتاعه كده ماسك فيه وحلو قوي. معايا بقى طاسه فيها زيت، واهم حاجه معليش النار عليه، ويا دوب بس احط البانيه اللي انا هقليه، ومعليش النار، وفي نفس الوقت مقلبش بسرعه. بعد دقيقتين 3 كده ابدا ان انا حسيت ان الطبقه الاولانيه دي نشفت، ابدا بقى اقلبه على على الطبقه التانية. هخلص بقى كل الكميه اللي انا هقليها وهوريكم بقى شكلها عامل ازاي. هتشوفوا طبقه حلوه بعد دقيقتين مكرمشه 3 لونها كده ببدأ ذهبي أنا أقلب على طعمها الوش تحفه. التاني. وهنا زي ما انتوا الطبقة بقى شايفين كانت اهو. معايا كنت مقرمشة خلاص وتحفة جهزته، عايزه بقى ومستوي تعملي من جنبي جوه، طبقه وتتبيلة مكرونه حكاية طعمها سندوتشات حلو للولاد كده، جدا. حاجه سهله جربوا بقى وخفيفه. الطريقة يا رب ديت تكون الوصفه للبانيه. ما عجبتكم، ما تنسونيش تنسونيش بالشير بالشير واللايك واللايك والاشتراك، والاشتراك. واستنوني ومع في فيديو السلامه، جديد. اشوفكم مع في فيديو السلامة، جديد. باي باي باي. باي.